بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا محمد يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني كتير حبايبي اللي على راسي، اللي مشرفيني واللي منوريني واللي بيقولوا لي كلام حلو. ربنا ما يحرمني منكم ويخليكم ليا ويخليكم لاولادكم ويخدمهم لكم حبايبي ويفرحكم بيهم. قبل ما ابدا الفيديو عايزين ندعي لاهالينا في فلسطين، ربنا يشفيهم ويرحم موتانا الشهداء ويوقف لهم ولاد الحلال، وادعوا لهم يا جماعه بالرحمه ويدعوا لهم ان ربنا يهديلهم الحي. النهارده هعمل لكم فيديو حلو كده مالي السوق. الفلفل الاحمر اللي بيسموه الشطه، اللي بيسموه الهريسه حبايبي، لقيته مالي السوق، جبت كيلو. هعمله لكم عشان تعرفوا انا بعمله ازاي. هقطعه حلقات كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا محمد يا رسول الله. انا بعمله كده ليه يا حبايبي؟ عشان هضربه في الخلاط بالثوم، يبقى للبرنجان المخلل، للسمك، لاي اكل بتحب تحط عليه البتاع دي. هعمله بايه؟ هعمله بالثوم، ومعايا ماده مركزه اللي هي الحفظ بتاع الخل والملح. مش هحطه على النار ولا هعمله على النار خالص. انا هعمله كده ايه، اضربه في الخلاط واوريه. هقطع كل الكميه دي واوريه لكم، بس قبل ما تقطعيه البسك وانت في ايدك وحطي حاجه على مناخيرك عشان هو حامي يا حبيبتي. عايزه تجيبي البارد هاتيه. هقطعه وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي انا خرطت اهو. هعمل ايه؟ هشيل من هنا اهو بالثوم، هحط عليه توم عشان يبقى جاهز للسمك، للبرنجان المخلل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا محمد يا رسول الله. هتحطي توم كده اهو. هتحطي الخل. بسم الله الرحمن الرحيم. الخل ده ماده حافظه حبايبي، ماشي. هتحطي ملح اهو، والملح برضه هيحفظهولك من اي عفونه، لا مؤاخذه يعني. الحاجه اللي هي بتطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا معاكم واحده واحده واحده. بصي هتبقى في كده وتحطي تاني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي محمد يا رسول الله. صلوا على النبي في الكومنتات، انتوا تدوني اجر منكم وثواب، تعطروا فمكم بذكر الرسول عليه الصلاه والسلام. حبايبي بيتفرم اهو مع الثوم اهو. هخلص كل الكميه دي وارجع لكم تاني حبايبي. بصوا انا ضربت الشطه اهي اللي اسمها هريسه، اللي بيسموها هريسه، عليها توم خل ملح، من غير ما اغليها على النار عشان هي مش ناقصه خدنيه حلوه عشان معدتنا حبايبي. تعملي ايه؟ هتاخدي حته من دي تحطيها في طبق وتحطي عليها حبه كمون، وتحدقي البدنجان المخلل، تحدقي بيها السمك المقلي، السمك المشوي، تاخدي حته كده وتحدقي. ماشي يا حبيبتي. انا حبيت اوريهم لكم اهو في الصحن، وانا هعبي دول هنا اهو يا حبايبي. عشان ايه؟ وانا بوريكم كل حاجه على طبق. خل وملح. الخل ماده مركزه وحفظ، ويتحط فين؟ ما بحطهوش في الفريزر، انا بحطه في التلاجة من السنه للسنه، بيقعد معايا حبايبي من السنه للسنه. ماشي يا حبايبي. حبايب قلبي متنسونيش في اللايك والشير، تعملي سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد من خالتكم ام محمد. ماشي يا حبايبي اهو. هعمل ايه؟ بجيب كيس زي ده كده، اعمله كده اهو واحطه هنا كده عشان ما يخشلهوش هوا ويبوظ، وتعملي كده ماشي. كيس تاني اهو واقفله كده. حبايبي ده مالي السوق، خلي بالكم هاتوا. انا بس غلي فرصه حاجات في رمضان في الشتاء لرمضان، عشان الحاجه ديت بتيجي من السنه للسنه اهو. ماشي. انا عشان هصور هشيل الغطيان دي باكياس اهو، وانتوا اعملوا زي ما انا قلت لكم كده حبايبي. ماشي اهو.
حبايب قلبي اعملوا كده، اعملوا كده. وبيقعد معايا من السنه للسنه، مش بحطه في الفريزر ولا بغليه على النار، هو كده حلو. تحديقة الباذنجان والسمك زي ما قلت لكم، واعملوا كده حبايبي. ولما عوز تاني هجيب واعمل. حبايب قلبي ما تنسونوش في اللايك والشير، وادعوا دعوه حلوه لاهالينا في اهالينا في فلسطين. والناس اللي بتخش لي ربنا ما يحرمني منكم، تقولوا لي كلام حلو على راسي. ما تنسونوش في اللايك والشير، تعملوا سبسكرايب. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.